استمرارا لمسلسل سقوط الفنانات الصاعدات بقبضة شرطة الآداب، قررت نيابة الدقي حبس الفنانة بدور ناجي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بممارسة الدعارة، علما بأن الفنانة ما تمش القبض عليها في حالة تلبس، بل إن تم استدراجها لأحد شوارع القاهرة بعد الاتفاق معها هاتفيا على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل $500 لليلة. الفنانة الشابة عرفت طريق الشهرة عبر بطولة كليبات المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، ولكنها اشتهرت أكتر بعد ما أكدت التحريات إنها بتستخدم مع زميلتها حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاصطياد راغبي المتعة الحرام مقابل $500 لليلة. وأضافت التحقيقات إن ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب جندوا أحد المصادر السرية ليتواصل مع المتهمتين واتفق معاهم على المقابل المادي، وبالفعل تم استدراجهم إلى المكان المتفق عليه بأحد شوارع جامعة الدول العربية، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم. الممثلة الشابة شاركت في برامج المقالب الشهير اديني عقلك مع المخرج علي العسال، وكليب شعبان عبد الرحيم الناس كتير من فيلم كهرباء، وأغنية اللحظة دي من فيلم سكة صعبة، وأغنية نصيبنا نتفارق من الفيلم نفسه. الخبر كله من موقع سيدتي على الإنترنت.